السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو ديالي بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه شهيوات نعيمه بكروم. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هذه الكيكه، اللي دايره الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الكيكه ديال تركيا اللي معروفه بزاف، كيكه اللي هي رائعه بزاف بالتفاح والبسكوي بواحد الطريقه اللي هي سهله بزاف والمقادير بساط. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو للمقادير والطريقه. هنا ممكن تستعملوا اي مول البنات، يعني ماشي ضروري هكا المول ديال الزاج، تستعملوا اي مول، المهم يكون مربع باش يجيكم يعني البسكويت ديالكم مقاد بحال هكا. غادي نقاد فيه هذا البسكويت هذا اللي عندي هنايا. بالنسبه للنوع ديال البسكويت اللي درت انا هنا درت هيرنيس، هذا النوع هذا بالضبط هو اللي درت. نتوما ديروا اي نوع ديال البسكويت عندكم، ممكن ديروا الصابلي يعني اللي متوفر عندكم. هنا غادي نستمر تنقاد البسكويت ديالي في المول وغادي نرجع معكم. بعد ما درت الطبقه الاولى ديال البسكويت غادي ندير الطبقه الثانيه بحال هكا. غادي نقطع التفاح ديالي على شكل طولي، غادي نستمر بحال هكا تنقطع التفاح اللي عندي وغادي نرجع معكم. نسى التفاح ديالي من بعد ما قطعته بحال هكا، غادي نديرو فوق هذا البسكويت بهذه الطريقه هذه بحال هكذا. نقادو بحال هكذا بطريقه اللي هي ساهله بزاف. هنا البنات من بعد ما استفت التفاح ديالي فوق البسكويت بحال هكا، غادي نرشو بشويه ديال القرفه هكا من الفوق، غير شويه بحال هكا. الا بغيتوا النكهه ديال الفاني ممكن ديروا حتى شويه ديال الفاني. هنا انايا فضلت ندير شويه القرفه بحال هكا. شويه بحال هكذا كما كتشوفوا معايا. هنا غادي نرد المول ديالي على جنب، غادي ندوز باش نقاد معكم الطبقه ديال الكيك اللي غندير من الفوق. هنايا عندي القشور ديال الليمون اللي ديجا كانوا عندي في المجمد. غنزيد 4 البيضات بحال هكا. هنا عندي البيض كبير شويه، غادي نزيد واحد نص كاس ديال السكر سنيده. هنا عبرت بالكاس ديال العنبه. غادي نطرب كلشي بالطراب اليدوي بحال هكا. غادي نزيد واحد نص كاس ديال الحليب بحال هكا. غادي نحرك كلشي. هنايا غادي نزيد الدقيق، غندير الكاس الاول. غنزيد واحد نص كاس اخر، يعني معليش ندير 2 كيسان بدقه واحده، دري كاس ونص تنشوف شحال غادي يكفيني. غنزيد 2 خمارات، غادي نغربل كلشي. غادي نحرك بهذا الخلاط اليدوي. هنا بان لي الخليط ديالي باقي شويه جاري، يعني غادي نزيد داك نص كاس اللي بقى. غادي نحرك كلشي. هنا البنات الخليط ديالي من بعد ما خلطته كيجي بحال هكا، كيجي خفيف شويه، ما تيجيش ثقيل بزاف، يعني ما تيجيش بحال الخليط ديال الكيك العادي.
هذا راه تيتقطع البنات، تيجي بحال هكا. دابا غادي نجيب المول ديالي باش نخوي لها الخليط فوق التفاح. هنا البنات كما كتشوفوا معايا غادي نغطي هذا التفاح كامل بهذا الخليط بحال هكا. هذا التفاح ما خصوش يبان اللي بحال هكذا. خصو يتغطى كامل بهذا الخليط بحال هكا. انا كندور في المول ديالي وتنشوف البلايص اللي خاويين تنعمرهم بالخليط بحال هكا. ما شاء الله البنات الريحه زوينه بزاف طالعه في هذا الخليط، الريحه ديال التفاح مع القرفه وقشوره الليمون، واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف. الخليط ديالي خويته كله بحال هكا. غادي نغطي هاد التفاح اللي تيبان بحال هكا. انا غادي ندخل المول ديالي الفران اللي شعلته من قبل. بالنسبه لهاد الكيكه البنات راه ما كتاخذش الوقت بزاف في الطياب ديالها، تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه راه كطيب. غادي نشعل عليها غير لتحت تتحمر ليا شويه من التحت، وغادي نحمرها من الفوق وغادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. هنا البنات كما كتشوفوا معايا الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران، يعني تحمرت من التحت ومن الفوق. ما شاء الله البنات واحد الريحه طالعه فيها ما شاء الله. دابا غادي نخليها تتبرد شويه وغادي ندخلها للثلاجه باش تبرد مزيان. هنا البنات الكيكه ديالي من بعد ما بردات كما كتشوفوا معايا غادي نزينها بشويه ديال السكر كلاصي بحال هكا، غير شويه هكا من الفوق، ديرها شويه هكا من الفوق غير شويه. الزينه البنات كيبقى اختياري، شويه هكا. ما شاء الله البنات الكيكه ديالنا. هنا البنات الكيكه ديالي من بعد ما زينتها معكم ما شاء الله البنات جات رائعه بزاف، واحد الريحه طالعه فيها ما شاء الله. غادي نوريكم البنات الشكل ديالها في الداخل. غادي نقطع معكم واحد الطريف بحال هكا، جات رائعه بزاف بحال هكا. جات زوينه بزاف البنات. كيكه كما شفتوا معايا المراحل، يعني طريقه سهله بزاف بزاف. هنا البنات غادي نوريكم ما شاء الله كي جات. اذا سمعكم واحد الطريف هنايا بحال هكا، كتجي بحال هكا البنات، كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها، لان صراحه البنات كتجي جديده. مزيج ما بين التفاح والبسكوي اللي درنا والقرفه والمذاق ديال الليمون. كتستحق التجربه ديالكم البنات، صراحه البنات كتستحق التجربه ديالكم لان رائعه بزاف. كما كتشوفوا معايا كتشوفوا هاد الطبقات. نتمنى ان شاء الله البنات تجربوها. ولا عجبكم المحتوى ديال القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتبارطاجيو وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.